السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقه جديده من حلقات منوعات راضيه بقدري وبناتها. النهارده هنعمل مع بعض حاجه لذيذه كده عشان صحابي جايين لي، عشان انا نجحت بالمناسبه، بقيت في ثالثه جامعه. مبسوطه قوي يا جماعه بصراحه. فانا هعمل لهم كيكه الجلاش، حاجه بسيطه كده نقعد ننقنق فيها بالليل واحنا قاعدين. فهي مكوناتها سهله وبسيطه جدا. هنحتاج لبن وبيض وجلاش طبعا، سكر وسمنه ومعلقتين نشا وفانيليا وكيك شيف. يعني طريقتها سهله جدا، هقول لكم نعملها ازاي. بس قبل ما نبدا نقول الا بالذكر لا تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احنا اول حاجه نعملها ان احنا هنسيح السمنه دي، مش تتقدح، هنسيحها. وهنبدا بقى اقول لكم هنعمل ايه. هنعمل كل حاجه في الطبق اللذيذ ده. هسيح السمنه وارجع لكم بقى نبدا الخطوات واحده واحده. ورجعنا تاني اهو. بصوا انا سيحت السمنه، زودتها يا دوبك بس كده. نحطها هنا في الطبق، وهنحط عليها كوبايه الا ربع سكر كده. السكر ده على حسب الرغبه، على حسب انتوا بتحبوا الحاجه مسكره قد ايه. وهنحط الفانيليا. عموما الطريقه دي بتاعت الشيف ناديه السيد، انا شفتها عندها بصراحه. احنا عملناها اصلا قبل كده بس بطريقه تانية، دي طريقه جديده هنجربها مع بعض. الفانيليا ايه كمان، والبيضه. وهنضرب بقى كل ده مع بعض لحد ما السكر يدوب، عشان السكر اللي هي حطيته كان سكر مطحون، انا السكر بتاعي ده سكر عادي. فهضربهم كده مع بعض لحد ما السكر يدوب، وارجع احط اللبن والنشا والكيك شيف والقشطه وهنقلب. اصلا هي في الوصفه حطيتهم كلهم مع بعض وقلبتهم، بس انا عايزه السكر بتاعي يدوب عشان زي ما قلت لكم السكر بتاعها بودره، فهضربه عشان صوت المضرب وارجع اوريكم قوامه عامل ازاي. بصوا انا ضربت فيه لحد ما السكر كله داب، هو بيكون القوام سايل كده. عايزه اقول لكم ريحته فظيعه جدا. هنيجي هنا بقى صينيه عاديه او صينيه تيفال او صينيه التشيز كيك اللي بتتفك ايا كان. ممكن تحطوا ورقه زبده او تدهنوا الصينيه سمنه زي ما انا هعمل كده. زي ما قلت لكم لو التصوير وحش معلش، لان انا ماسكه الموبايل بايد وبعمل بايد التانيه رينج لايت اتكسرت. هدهنها كلها سمنه وهرجع اوريكم هنكرمش الجلاش جواها ازاي. ده شكل ورقه الجلاش عادي جدا. هنمسك هنكرمشها كده بس مش قوي، يعني ما نضغطش عليها، ونحطها كده. واحده كمان استنوا، نكرمشها كده بس بطريقه خفيفه ولطيفه كده. هنعمل الحركه دي في كل الجلاش، وهرجع اوريكم بقى هنسقي التشريبه ازاي كده اهو، بشكل عشوائي جدا، حاجه مش محتاجه اي توتوريال اصلا. هعمله كله وارجع اوريكم. انا كده حطيت كل الجلاش، هنغزه بقى بالشوكه كده عشان يشرب التشريبه بالمنظر ده. بصوا ده كده الشكل النهائي بعد ما سقيتها التشريبه، يعني دخلت في الرق كله. دلوقتي الفرن كان سخن على درجه حراره 180 من قبلها بحوالي 10 دقايق. هنحطها على الرف اللي في النص تلت ساعه بالكتير قوي وهتكون استوت. تاخد لون بس والجلاش يشرب التشريبه وكده، وهطلعها اوريكم الشكل النهائي. لما نطلعها هنسقيها بشربات ساقع. انا اوريدي كان عندي شربات في التلاجة فما عملتش شربات، لكن لو انتوا ما عندكوش شربات هتعملوا كوبايه ميه على نص كوبايه سكر وعصره ليمونه، تسيبوها تغلي على النار لحد ما تتقل وتسيبوها تبرد وتحطوها على الجلاش اول ما يطلع من الفرن. بصوا انا قلت اوريكم بعد ما قطعت منها، انا قطعت سلايس كده عشان تشوفوها. بصوا ده شكلها، بصوا مرقه ازاي، تحفه بجد، طعمها تحفه. وكمان بصوا لونها اللي اخدته من تحت، اخدت لون من تحت ومن فوق وطريه وواخده شربات ومسكره وبجد حلوه جدا. وهي سخنه حلوه، لو سقعتوها برضو هتبقى حلوه جدا. فقلت اختم معاكم الفيديو بان انتوا تشوفوا شكلها من جوه، يعني تشوفوا هي مورقه وطريه ازاي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.